السلام عليكم، معكم أسماء في مطبخي مع أسماء. هنعمل النهاردة بقى الورق عنب. من أحلى الأكلات المفضلة عندي. معايا هنا نص كيلو من الورق عنب. أنا بغسله الأول كده، بشيل طبعا العصاية اللي بتبقى فيه من فوق كده، اللي هو بقصها بالمقص، اللي هي الحتة اللي بتبقى فوق هنا دي كده، بقصها بالمقص وبعدين برصهم كده واغسلهم. بعد ما بغسل الورق بنقعه في المية واغسله كويس. بيبقى عندنا مية بتغلي على النار، بحط فيها نص معلقة من الملح ونص معلقة من الكمون. هنزل بقى بالورق عنب في المية. ببدأ بقى ان انا اضغط عليه كده عشان الورق عنب اللي من على الوش يتسلق معايا، ما بقلبش فيه، بسيبه زي ما هو كده مرصوص، وبضغط بس عليه كده لحد لما الورق اللي فوق ياخد معايا لون. ببدأ بقى اطلعه على طول اهو كده. خلاص بقى اهو اخد معاه لون، وما بياخدش وقت خالص، ما نسيبوهوش عشان ما يتهريش في الميه. هو مجرد دقيقتين 3 وبتلاقيه خلاص لونه بيغير معاكي. هبدا بقى ان انا هطلعه زي ما انتم شايفين، بطلعهم مره واحده كده كلهم مره واحده. انا حطيت نص كميه الورق عنب، يعني حوالي ربع كيلو. يعني سلقتهم على مرتين. هحطه بقى في المصفى زي ما انتم شايفين كده، وهسيبه يتصفى من الميه اللي فيه عقبال ما نجهز الخلطه بتاعته. معايا هنا بصلتين حجم متوسط او حجمهم كبير. ببدأ ان انا هقطع البصل 4/4 وهفرمهم في الكبة. انا بحب ان انا افرم البصل في الكبة عشان يطلع معايا ناعم في المحشي. ممكن تقطعيهم برضو على ايدك، مفيش اي مشكلة. هبدأ بقى ان انا حطيت هنا معلقة كبيرة من الدهن، وحطيت معلقة كبيرة من السمنة، وشوية صغيرين من الزيت. انا بحب كده احط دهن، ده دهن حيواني انا مسيحاه في البيت. بحط كده، بحب احطه في المحشي، في الحواوشي. الدهن طبعا في المكرونة البشاميل، في لما تيجي تعملي كبدة، الدهن بيدي طعم حلو قوي قوي للاكلات دي. معلش بقى الاضاءة هنا ما كانتش حلوة عشان النور قطع في اللحظة دي. وانا بقطع قرن الفلفل، فكملت عالي، كملت يعني عادي على الكشاف بتاع الموبايل. هنا بقى كان البصلة خلاص اخدت معايا اللون اللي انا عايزاه. انا برضو الطماطم عاملة بتاع حوالي 5 حبات من الطماطم، عملتهم برضو في الكبة، مش بعملهم في الخلاط لان الخلاط بيبقى ناعم معايا. بعملها في الكبة عشان تبقى الطماطم خشنة معايا. وضفت على الطماطم 5 معالق كبار من الصلصة. تمام. هسيبها بقى الطماطم تتخدع معايا على نار هادية. انا بحب ان انا اخدع الطماطم على نار هادية. بعد ما تتخدع معايا ببدأ اشيلها من على النار. بحط بقى عليها التوابل. حطيت معلقة كبيرة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الاسود. تمام. دي الاضافات اللي انا بضيفها في المحشي. هحط عليها ايه كمان؟ هحط بقى عليهم الخضار. انا مقطعه ربطة بقدونس، وربطة شبت، وربطة كزبرة. بقطع من كل نوع كده ربطة، وببدأ بقى بقصه بالمقص واحطه على الخلطة. ومعايا حوالي كيلو الا ربع من الرز. استخدمت كيلو الا ربع من الرز عشان الورق عنب بياخد معايا رز، يعني الورق عنب بيستهلك رز. فممكن النص كيلو ورق عنب ياخد معايا حوالي كيلو الا ربع من الرز. هنا بقى الحمد لله الاضاءه كويسه، النور جه في الوقت ده. فانا كنت حشيت معاكم شويه اهو، حشيت شويه. وهبدا بقى هوريكم انا بلف الورق عنب ازاي. انا بلف الورق عنب على كفة ايدي. في ناس بتحب تلفه على صينية، فكل واحد زي ما هو متعود. بس اهم حاجة الطريقة. اول حاجة هنا ورق العنب معايا وش بيبقى خشن ووش بيبقى ناعم. انا بحط الرز على الوش الخشن، الوش الناعم بخليه على كفة ايدي، الوش الناعم بيبقى على كفة ايدي، والوش الخشن يبقى من فوق. بحط عليه الرز اللي هو الخلطة يعني. ببدأ بقى ان انا اطبق كده
من الجنب ده واثبته بصباعي الصغير واطبق من الجنب التاني زي ما انتم شايفين، وهبدأ هلف. اي زيادات تقابلني من على الجناب بدخلها وانا داخله اهو، زي الحته دي طالعه زياده ادخلها كده وانا بلف. اي زيادات تقابلني بدخلها وانا بلف الصباع. هعمل معاكم برضو صباع تاني اهو زي ما انتم شايفين، وهعمل معاكم بضغط عليه ضغطه بسيطه كده عشان ما يفكش مني، يعني ضغطه بسيطه بس، مجرد ان انا بثبته اهو. باخد الجنب ده واحط عليه صباعي عشان اثبته، وبعمل الجنب التاني وببدأ اي زيادات باخدها معايا وانا بلف الصباع. وبعد كده اخر حاجه بضغط ضغطه بسيطه كده على الصباع، خلاص الصباع كده بيمسك معاكي زي ما انتم شايفين كده من الجناب متقفل ازاي. هخلص بقى كل الكمية معاكم اهو زي ما انتم شايفين. خلصت هنا الحلة كلها. معايا هنا شوربة تكون بتغلي، يعني شوربة لسه بتغلي على النار لسه منزلاها. معايا هنا ده شوربة لحمة، انا حاطة هنا في شوربة اللحمة بصلة، حاطة حبيتين طماطم، حاطة ورق لوري، حاطة حبهان، بس ما بضيفش اكتر من كده لشوربة اللحمة. ببدأ بقى اسقي المحشي الورق عنب لحد لما الشوربة تبقى بسوى الورق عنب، يعني الشوربة تبان معاكي وتبقى بسوى الورق عنب كده، يبقى المحشي هيطلع معاكي سواه مظبوط. يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس بالكل عشان يوصلك كل فيديو ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، متنساش اللايك. هنا بقى خلاص انا بحط الشوربة اهو لحد لما بقت خلاص، دي اخر حاجة بقى. دلوقتي الشوربة بانت معايا وبقت بسوى المحشي. انا بسوي المحشي على نار متوسطة او نار هادية، ما بحطش اي حاجة من تحت في الورق عنب. بعد بقى ما بيستوي معايا هنا اهو، قلبته معاكم على طبق التقديم من الحلة على الطبق على طول، وبألف هنا وشفا.